الاهلي اشتغل على اكتر من شق ومحور في الخروج بالكره وفي تطوير اللعب الهجومي. اول المحاور دي ونظرا للكثافه اللي عاملها مودرن سبورت في وسط الملعب، فبدا يدي تعليمات دايما للوينج اللي هو حسين الشحات اللي دايما بيبقى مسؤول عن عمليه الخروج بالكره انه يضم لقلب الملعب عشان يخلق مساحه على الطرف. الحاله دي بيبدا يعلق كريم فؤاد. هنا حسين الشحات يضم للقلب، يسحب مع الضغط لجوه، بيسيب مساحه على الطرف يقدر كريم فؤاد ينطلق فيها، ودخول حسين الشحات جوه بيقربه دايما انه يكون قادر يهاجم هاف سبيس. هنا كريم فؤاد لما استلم على الطرف بدا دفاع مودرن فيوتشر يوسع، فبدا يتخلق مساحه في الهاف سبيس، حسين الشحات يبدا يهاجمها ويطلب فيها الكوره عشان يعمل خطوط. المره دي قفشه بدا يروح يهاجم الهاف سبيس، فخد المدافع فساب مساحه كويسه لكريم فؤاد على الطرف. عشان كده كريم كان ناشط جدا هجوميا تحديدا في الشوط الاول. بص المثلث ده تلاقي حسين الشحات داخل للقلب، قفشه بينزل يحمي مساحه كريم فؤاد عشان يدي لكريم فؤاد الامكانيه انه يطير ويعلق. فهنا المساحه اللي بيفكر فيها كولر من البدايه نظرا للكثافه اللي معموله عمق الملعب من مودرن سبورت.